يا اهلا يا اهلا. النهارده هنعمل سوا الحلاوه الطحينيه. هنعملها بطريقتين او بطعمين مختلفين شويه، ولكن هي كلها خطوات واحده جدا، ما فيهاش اي تكنيك او اي حاجه صعبه علينا باذن الله. انا عاملاها هنا واحده بالمكسرات والتانية عاملاها بالكاكاو الخام. يلا بينا نحضرها سوا ونشوف احلى طعم للسندوتشات، وكمان طعمها لذيذ جدا جدا جدا. بصوا، احنا داخلين طبعا، احنا دلوقتي في الدراسة وبنبقى محتاجين ان احنا ننوع شوية، وخصوصا ان كل حاجة دلوقتي غالية، والحلاوة الطحينية طبعا دلوقتي سعرها بقى معدي مش عارفة ليه. حلوة قوي ولذيذة، وكمان بجد مش صعبة ومش تبقى مكلفة عليكي في البيت. اهو ساندويتش بقى جاهز معانا وكل حاجة في ثواني. يلا بينا نحضر الوصفة دي سوا، واعملي سيف علشان هترجعي له تاني. يلا نقول بسم الله. انا هنا عندي كوباية من السكر البودر، كوباية من اللبن البودر، وكوباية من الطحينة الخام. بنزل كله على بعضه كده وابتدي اعجن كويس. اهم حاجة في الخطوة دي ان احنا نلم المكونات كويس ونعجنها كويس، ورشة من كيس الفانيليا. تمام. بفضل اعجن لغاية ما كله يبقى معايا، والخطوة الجاية دي مهمة جدا. بصوا، لغاية ما تبقى معاكي عجينة تقدري ان انتي لما تضغطي عليها كده تحسيها اتشكلت. انا كده يعتبر الحلاوة خلصت، ما فيهاش اي تركات ولا خطوات كتير. هجيب بقى القالب بتاعي واسكن فيه كيسة بالشكل ده. ده اول نوع او اول طعم معايا. انا هنا كان متاح عندي مكسرات، انتي ممكن تغيريها، ممكن تعمليها سادة خالص، ممكن تعمليها بالفول السوداني، ممكن تعمليها بالبندق كده، اي نوع عندك. وممكن زي ما انا قلت لحضرتك تعمل سادة خالص. وهبتدي اسكن فيها الحلاوة بتاعتي، اوزعها فيها كويس قوي كده. طبعا الكمية دي احنا لو حابين نعمل اكتر من طعم بنضاعف الكمية بتاعتنا من كل حاجة. بس. وبعدين بقفل عليها كويس قوي كده. هنا بقى المرحلة المهمة قوي، ان انت لازم تضغطي عليها جامد بالشكل ده، جامد يا جماعة، بكل جهدك. وبعدين نقفلها كويس ونسيبها في التلاجة من ساعتين او ليلة كاملة براحتك، لغاية تاني يوم ما تطلعيها وتعمليها سندوتشات. تعالوا بقى نعمل الحاجة التانية او النوع التاني. نفس الحلاوة بتاعتي بس ضفت عليها شوية، خدت شوية من الحلاوة بتاعتي ونزلت عليهم بالكاكاو الخام. اهو، شايفين بيفرول ازاي؟ لغاية ما يبقى ايه لونه بني خالص، وبنفس الخطوات. بس هنا هعمل ايه؟ هنزل بشوية من الحلاوة اللي هي اللي انا عملتها الاول البيضة، وشوية من الحلاوة اللي هي عليها الكاكاو الخام. نعملها زي شكل كده مموج، واحدة وواحدة. ده طبعا الشكل اللي احنا بنجيبه من بره. بجد الوصفة ما خدتش 10 دقايق، لو جربتيها هتقولي كمان اقل من 10 دقايق. وكده برضو يعتبر خلصت بنفس الخطوات. بقفل واضغط واسيبها في التلاجة. بصوا، وخلصت الحلاوة. هي دي اللي احنا بنجيبها من بره وبيبقى سعرها عالي، واغلب الولاد يعني انا شخصيا بحبها جدا، وبحب احط عليها كمان ايه قشطة بلدي كده. بس. وبتخلص وبسيبها برضو في التلاجة. ولما بتطلع، بصوا هنا اما خرجتها لكم متماسكة جدا، ما فيهاش اي حاجة. هنا كانت الشمس زيادة شوية، بس صدقوني كانت فعلا متماسكة. اهو قلبتها مفيش اي حاجة، وبنفس الضغطة بتاعتي وبنفس كل حاجة. بصوا، حلوة قوي، جميلة. جربيها وبجد حلوة جدا. اهو ساندوتشات بقى، ممكن تحشي بيها اي حاجة، ما فيهاش اي تكنيك ولا خطوات كتير. وده الشكل النهائي بتاعها. بجد هتسلم ايدك والولاد هيحبوها منك جدا. وخلصت الوصفة، وبالهنا والشفا مقدما. باي باي.